السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وحبايب أم حسام الغاليين. هنبدأ الفيديو النهارده بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة. هتنوروني النهارده يا حبايب قلبي. هنعمل النهارده إيه يا حبايب قلبي؟ هنعمل أكلات كتير. هتعب بس انتوا هتتبسطوا. هعمل حاجة اسمها إيه؟ سندوتش بومبا. طبعا أنا شفته عجبني وعجبني طريقته، فهعمله النهارده قدامكم ويا رب يعجبكم. وانا واثقه ان انا لما بختار حاجه حلوه مش هيعجبكم، فهنجربها النهارده مع بعضينا ويا رب تعجبكم. بس انا متاكده انها هتعجبكم. عملنا ايه في الاول؟ حطيت بيضتين، وبعد كده حطيت كوبايه حليب، وبعدين حطيت بيضتين، وحطيت معلقه خميره فوريه ونص معلقه صغيره ملح وقلبنا الكلام ده كله مع بعض بمضرب البيض لحد لما ما يبقاش فيه اي حاجه مكلكعه من الخميره. بعد كده نزلنا بالتدريج بالثلاث كوبايات دقيق. وطبعا انا عايزه العجينه طريه كده اهو، ما تبقاش ايه ماسكه نفسيها، انا عايزاها كده تمط كده وتبقى بنفس الطريقه دي. وحطيت نص كوبايه زيت على الدقيق وقلبنا كله على بعضه، وفضلت بقى ايه انزل بالتدريج بالثلاث كوبايات دقيق، واحده ورا الثانيه وبعدين الثالثه، وقعدت الم فيها. طبعا جت في الاخر احتاجت شويه دقيق، حطيت لها حبه دقيق كده اهوت حوالي ربع كوبايه، ولميت بيها العجينه. برضو لقيتها ايه بتلزق في ايديا، رحت جايه بحبه زيت صغيرين حوالي معلقه حطيتهم من اهو، ولميت العجينه بيها وبقت بالمنظر الجميل ده، ولا بتلزق ولا اي حاجه. وانا عايزاها بالطريقه دي. طب بتاعت البومبا دي صدور الفراخ متقطعه شاورما اهي. حطيت ايه هنا بقى يا حبايب قلبي؟ معلقه بابريكا كبيره، ومعلقه ملح صغيره مش مليانه قوي يعني. وحطيت ايه تاني؟ كوبايه زبادي. حطيت معلقتين زيت كده عليها عشان الموضوع يبقى طري. وفلفل اسود نص معلقه. وفلفل اسود. وحطيت ايه تاني؟ استنوا بقى عشان افتكر عشان بفقد الذاكره. وحطيت معلقه طماطم متسبكه من اللي انا عاملاها، ودي طبعا بقى لها ايه اكتر من ساعه في التتبيله دي كده. هننزل بقى هنا اهو. اوعى اوعى بقى. طبعا ابن الذين اللي كل ما وطيه بيعلى مع نفسه. ومعلقه صغيره بهارات فراخ، ولو اه. عايزين تحطوا بصل بودر هتحطوا برضه نص معلقه صغيره. نص معلقه. شطه بنسى ازاي بقى؟ دي واحده يا سميره خلينا نركز. معلقه صغيره مسطحه كده بصل بودر، وحطيت نص معلقه بهارات الفراخ المشكله. يعني اللي حابب يحط، هي بتدي طعم كل الحاجات دي. بص انا هحط ايه بقى؟ حبه من اللي هي الكباب بتاع كوتش الحاشي دي، اديله ادي بقى. فلفل الوان احمر واخضر واصفريقه، وطبعا ايه قرن فلفل اللي هو الاحمريقه ده، حطيت قطعه منه ماشي صغيره. طبعا اللي حابب الحاجه سبايسي بقى يحط شطه ويحط اللي هو عاوزه. خلاص. جبنه كيري. دي جبنه كيري ماشي مزبده كده. وطبعا ايه في الموزاريلا جايبه طبقين اهو هنحطها عليها. وفي الصينيه دي علشان خاطر بعد ما اخلص البومبا واعملها في البقسماط ارصهم كلهم هنا، وبعد كده ابتدي بقى اعمل ايه حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه؟ مش هقول لكم، ما انتوا لو عرفتوا هتمشوا. هي شربت، هي طالما شربت البتاع اللي فيها خلاص. ده الجبن هننزل بيها كده. الله عليك. الجبنه الشيدر او اي نوع جبنه عندكم، موتزاريلا حطوه، جبنه رومي برضو عادي. بصوا بقى يا لهوي يا لهوي يا خراشي كده اهو. اهو بصوا مطاطه ازاي اهي، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. صلوا على سيبوها رسول تخمر الله. نص ساعه. هنمسك كده. والحشو زي انتم ما شايفينه كده اتعملت الشاورما. عايزين تعملوا لحمه مفرومه، اي حشو انتوا تحبوه عادي، سجق هتبقى تحفه برضو. تقلموها كده ما تشدوش عليها كده بايديكم. تعملوا ايه؟ فحره في النص. فحره فين؟ في النص اهي بصوا كده بايديا. وبعدين هتاخدوا بقى من ايه الحاجات الجميله دي وتروحوا حاطينها هنا اهو. بصوا كده كده، ما تبخلوش عليه. اعملوها بقى كده عشان ايه انتوا اللي هتاكلوا، يعني مش هننزل نبيعها في المحل، لا احنا اللي هناكل. هي طبعا وهي محشيه حلوه وكتير كده بتبقى حلوه. وتقفلوها كده على بعضيها، تضموها كده وتقفلوها كده على بعضيها كده اهو. كده 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 كده. الحشو بقت بابا. طبعا انا ببلها في الحليب عشان لما احطها في البقسماط البقسماط يمسك فيه.
وبعدين هنروح حاطينها كده اهي، غرقوا بقى بقسماط عليه. تروح بقى عاملين البومبه بقى حلا بومب ساندوتش. كده، البومبه تحطوها بقى تفتح كده شويه. هنبدأ بأول واحدة يا جماعة، ندوس عليها دوسة صغيرة كده، يلا نازلة بيها. الزيت عامل زي ما يكون ده. أول ما الزيت سخن سقطه، وبعد كده بتهدوا النار عشان تاخد السوا بالراحة من بره، لأن لو النار عالية مع البقسماط هتلاقوها قرمشت من بره وتبقى عجينة بقى من جوه طرية، عجينة ما استوتش، لازم تاخد راحتها. جنبها ولا يقلبها عشان ما تشتتهاش منكم، ما تهزش الكرسي. وأول ما تحسوا إن هي خدت تشميعة من تحت واتحمرت، تبتدوا بقى تقلبوها على الناحية التانية. ايوه كده. نجيب التانية برضه كده يا جماعة. الشوكة اقلبها من تحت مخصوصة عشان اقلبها كده. شبه ماشية تحسها طرية كده. الله الله. خدي. سجدة يا جماعة تاكل وهتوريكم. سميرة مش فاضية توري، سميرة قعدت وبتجيب. طبعا دول من غير ايه؟ العيش السوري بيتحط كده لسعة بسيطة كده، لحسة بسيطة اقصد، وبعدين بيتشوح من ناحيتين. يبقى انا عملت لهم كده سندوتشات شاورما، وعملت لهم ايه؟ اللهم صل على النبي، اللي هي ايه اسمها ايه؟ بومبا. البومبا. اول حاجه هنبدا بيها بتاع خالتي سندس ده. لا ده في واحد تاني. لا ادي بسملها بومبا. البتاعة عليك لوحدها. هتلاقي محشي. بصوا اتي تيك توك. اوبا. صب. اوه اوه اوه. اوعى وشك. مش هقول لكم جميله، حاجه كده فاخر من الاخر. من الاخر، من الآخر. حاجه كده فوق الخيال. تحفه تحفه. لو ما عجبتنيش ما كنتش هاكلها قدام. مش عارفه اتكلم. قطرية تخليكي جديده، وباجي اعملها لكم علشان خاطر انتوا تستفادوا وانا استفاد. انا بستفاد ايه؟ بستفاد علم، وبستفاد ان انا لو الحاجه الصعبه اصمم ان انا اعملها، واحس ان مفيش حاجه صعبه عليا. لان اللي صمم الاكله دي وعملها ده دماغه احسن من دماغي، ولا هو عنده مخ وانا ما عنديش مخ، ولا هو عنده ايدين وانا ما عنديش ايدين. ربنا خلق لنا كل حاجه، فاللي فيه مخ وراس يعمل اللي بيعمله الناس. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى وشك مع المحسن. اشوفكم نشوفكم في فيديو جديد.